تصور أن رئيسا جزائريا قال يوما: سأضع حجرة في حذاء المغرب، وكانت تلك الحجرة هي جبهة البوليزاريو نفسها. القصة بدأت حين جمع هواري بومدين مؤسسي الجبهة وقال لهم بوضوح إنه سيستعملهم لإزعاج المغرب. منذ ذلك الحين تحولت البوليزاريو من حركة محلية إلى ورقة ضغط في يد النظام الجزائري. واليوم حتى قياديون سابقون من داخل المخيمات يعترفون: الجزائر هي من تحرك الملف من قصر المرادية لا من تندوف، لأنها تخاف من مشروع الحكم الذاتي المغربي الذي يفضح نظامها أمام شعبه. هكذا لم تكن البوليزاريو يوما صوتا للصحراويين، بل أداة في لعبة سياسية بدأها بومدين وما زال يدفع ثمنها الشعبان المغربي والجزائري معا.